من النهاردة مش هتشرب قهوة برا البيت. تعالى أقولك على 5 ماكينات قهوة هتغير فكرتك عن القهوة في البيت. موكا بوت، ماكينة يدوية بسيطة وأرخص نوع، بتشتغل على البوتاجاز. طريقة الاستخدام: بتحط المية في الجزء اللي تحت والبن المطحون خشن في الفلتر اللي فوق. مع التسخين البخار بيطلع ياخد نكهة البن وينزل في الجزء العلوي. القهوة اللي بتعملها اسبريسو خفيف، تقدر تضيف عليه لبن سخن أو فوم عشان تعمل لاتيه أو كابتشينو. السعة من 1 ل2 فنجان. ملحوظة: ما ينفعش تحط لبن بدل المية عشان ما يتلسعش ويسد الفلتر. ماكينة القهوة التركي من أكتر الأنواع المنتشرة وسهلة الاستخدام، بتشتغل بالكهرباء وفيها سنسر بيفصل لوحده لما القهوة تجهز. متخصصة في عمل قهوة تركي بوش، وفي موديلات تانية فيها برامج مختلفة تعمل قهوة كلاسيك كأنك عاملها على السبرتاية بالظبط، قهوة باللبن، هوت شوكليت، وآيس كوفي. تعليمات الاستعمال: استخدم مية باردة لأن المية السخنة هتسرع الغليان وتقلل من جودة الرغوة. بلاش التقليب بأدوات معدنية داخل الوعاء عشان ما تخدش السطح الداخلي. الساعة من فنجانين ل4 فناجين حسب الحجم. من الموديلات المتوفرة في السوق المصري: سوناي، ميانتا، اوبكا، وتورنيدو. ماكينة الأمريكان كوفي. طريقة التحضير: أول حاجة نملى خزان المية اللي في الخلف، بعدين نحط البن المطحون في الفلتر الورقي أو المعدني اللي جوه الماكينة. البن بيكون مطحون خشن شوية أكتر من الاسبريسو. بعد كده المية بتسخن وبخار المية بيتكثف في أنبوب داخلي يمشي لحد ما يوصل فوق البن. تبدأ المية تنزل نقطة نقطة على البن، والعملية دي اسمها تقطير. المية وهي نازلة بتسحب معاها زيوت ونكهة البن، وده بيخلي الطعم غني وريحته قوية. القهوة بتتجمع في الإبريق الزجاجي اللي بيكون فوق سخان صغير يحافظ على حرارته. طب والنتيجة: كوباية قهوة أمريكية خفيفة في القوام، كبيرة في الحجم، مصنوعة من مية مقطرة. لو عايز طعم أقوى استخدم بن أكتر أو قلل كمية المية. تعليمات الاستعمال: ما تشغلش الماكينة من غير مية في الخزان، كده تتلف دورة التسخين. ما تملاش الخزان أكتر من الحد اللي مسموح عشان المية ما تسربش. ما تلمسش الأجزاء السخنة زي صفيحة التسخين أو الإبريق بعد التشغيل المباشر. بلاش تستخدم قهوة ناعمة قوي لأنها ممكن تسد الفلتر. نظف الفلتر والإبريق بانتظام لمنع تراكم الرواسب اللي بتأثر على الطعم وعمر الماكينة. من الموديلات المتوفرة في السوق المصري: سوناي وميانتا. ماكينة الاسبريسو المحمولة ميني اسبريسو، صغيرة وخفيفة، تنفع للسفر أو للمكتب. القهوة اللي بتعملها شوت اسبريسو مركز، وتقدر تضيف لبن وتعمل كابتشينو. ملاحظات: أغلب الموديلات بتحتاج مية سخنة مسبقا لأن الشحن مش هيكفي تسخين المية، وفي أنواع بتشتغل بالكبسولات أو البن المطحون الناعم. ماكينة القهوة الاسبريسو، عايز تحس إنك فاتح كافيه في بيتك؟ القهوة اللي بتعملها كل أنواع القهوة تقريبا، اسبريسو، لاتيه، كابتشينو وغيرهم. المميزات: فيها دراع تبخير لعمل الفوم، تشتغل ببن مطحون أو كبسولات. تعليمات الاستعمال: ما تشغلش الماكينة بدون مية في الخزان عشان ما يتلفش البويلر أو المضخة. اتأكد من إحكام تركيب البورتا فلتر عشان المية السخنة ما تطرطش على حد، ولا تفتح وهو سخن، استنى لما الضغط يخف. استخدم حبوب أو بن مطحون بدرجة مناسبة للإسبريسو عشان ما تسدش الفلتر أو تتلف المضخة. نظف الفلتر ورأس المجموعة بانتظام لتجنب تراكم الزيوت والرواسب. السعر: في منها موديلات متوسطة وموديلات غالية. من الموديلات المتوفرة في السوق المصري: دي لونجي، فيليبس، نسبريسو، تورنيدو، وميانتا. في الآخر، اختيار ماكينة القهوة الصح بيعتمد على ذوقك، ميزانيتك، ونوع القهوة اللي بتحبها. زور موقعنا دلوقتي moodiehan.com وتعرف أكتر على ماكينات القهوة، واستمتع بخدمتنا المتكاملة اللي بتوفر لك كمان كل قطع الغيار اللي محتاجها. احنا هنا عشان نسهل عليك الاختيار.